يد لها أصابع، وكل أصابع لها بصمات، إلا أنا فقد كانت بصمات يدي في أصابع أخرى. أصابع بلا بصمات. قصة أنيس منصور، إعداد عصام بصيلة، إخراج عبدو دياب. ايوه جاي، وعندك واحد شيشه ناديه وشاي وصدقوا. مساء الخير يا معلم سيد. مسيك بالخير يا سيدنا الافندي، يا اهلا وسهلا. وحياتك برهان ما جاش النهارده القهوه. برهان؟ برهان مين يا استاذ؟ برهان اخويا. اخوك؟ ايوه، اللي بيجي بيقعد معايا هنا في القهوه. هو ده اخو حضرتك؟ ايوه اخويا. سلام، والله ما كنت اعرف ان اخوك الا دلوقتي. بس هو جه النهارده؟ لا ما جاش، ده حتى بقاله كام يوم ما جاش زي العاده. بصحيح ليه انتوا ما بتجوش زي زمان كل يوم تقعدوا مع بعض ليه؟ ظروف. لكن بقول يعني يا استاذ، الله الله، لا ده ماله سابني ومشي كده ليه؟ ايه جرى ايه؟ ايوه جاي. جرى ايه يا سيد؟ ايوه يا سيدي. سيبني وقاعد ترغي، فين الشيشه الحمل؟ ايوه يا سيدي جاي. اصل الاتنين دول لا مؤاخذه هيجننوني. ليه بقى؟ على الحال ده يجوا كل يوم في الركن ده يقعدوا يتهامسوا ويتودودوا ومحدش عارف بيقولوا ايه، ولما قرب منهم يسكتوا ويبرشموا بقهم. انا مش فاهم بيقولوا ايه. تلاقيهم بيدبروا جريمه يا سيد. لازم في جريمه، دول هيقتلوا حد من غير مؤاخذه. هو كده. اللي غاب ده بقى بلا قافيه تلاقيه راح ينفذ الجريمه. مش بعيده. لازم في سر في حياتهم، لازم. ما تعرفش برهان ساكن في شقه كام يا حاج؟ برهان الطحان؟ ايوه. قصدك اللي ساكن مع الست جليله الرقاصه. رقاصه؟ اخويا عايش مع واحده رقاصه؟ بتقول ايه يا استاذ؟ لا مفيش. في شقه كام؟ شقه 8 يا استاذ. مساء الخير. يسعد مساك. نعم. برهان مش موجود؟ انت مين بسلام؟ انا شريف. وعاوزه ليه يا سي شريف؟ انا اخوه. انت اخوه الصغير؟ ايوه. هو انت شريف؟ ده حكالي عنك كتير قوي، بس ده كان وصفك ليا غير كده. معلش، هو فين؟ طب اقعد شويه، زمانه جاي. من فضلك، هو فين؟ ما قالش؟ لا ما قالش، انما زمانه جاي. الله، مالك كده؟ انت مش اخوه؟ اقعد نتكلم شويه. عن اذنك. الله، في حاجه يا ترى؟ اي خدمه؟ مالكش عاده تسال عليه يعني؟ معلش، اصلي عاوز ضروري. طب احكي لي، انا زي اختك، قول. ابدا ما فيش حاجه، بس لازم اقابله ضروري. الله، طب ومالك زعلان كده ليه؟ ابدا. ابدا ازاي بقى؟ ده الزعل باين على عينيك اهو. عن اذنك. ده كلام برضو؟ طب اقعد اشرب حاجه. الله، هو ماله كده؟ يا ترى حصل ايه؟ مين؟ شريف؟ ايوه. ايه اللي جابك هنا؟ لازم كنت اشوفك النهارده. يا شريف، انا قلت لك 100 مره ما تجيليش البيت. رحت لك القهوه ما لقيتكش. استنى لبكره يا اخي، الدنيا ما طارتش. لازم كنت اجي لك النهارده يا برهان، لازم. ايه مالك يا شريف؟ مالك؟ الله، انت مش عوايدك؟ ايه اللي حصل؟ بابا مات يا برهان. ايه؟ ايوه، مات. امتى؟ امبارح. ما جيتليش امبارح ليه؟ من امبارح بدور عليك مش لاقيك. ابويا مات، الله يرحمه ويسامحه. هتعمل ايه يا شريف؟ هسافر المنصورة. تعمل ايه هناك؟ هلاقي شغل هناك. انا عايز ابعد عن الجو ده وبس. واللي ساب ابويا؟ الفلوس عمتك تلاقيها كوشت على كل حاجة. اذا كان ابويا سايب لها كل امواله، هنعمل ايه؟ لازم نتصرف، لازم ناخد حقنا منها ولو بالقوة يا اخي. وليه القوة بس؟ اسمع، انا شخصيا لازم اخد حقي، وانا هفضل طول عمري عايش على قفا جليلة الرقاصة؟ صحيح. ايه حكاية الرقاصة اللي عايش معاها دي؟ شريف، انا بتكلم دلوقتي عن الفلوس، عن حقي وحقك.
ازاي نسيب الوليه المجنونه البخيله دي تعمل فينا كده؟ يعني هتعمل ايه بس؟ فهمني. انا اروح لها انا وانت ونتكلم معاها. انا شخصيا ماليش دعوه بالموضوع ده، هسافر المنصوره ورزقي على الله. انا ما احبش المشاكل. يا سلام يا اخي عليك، مشاكل ايه بس؟ ده حقك، بلاش العطف زياده يا اخي اللي على اللزوم ده. الحق حق، ما تبقاش جبان يا اخي بالشكل ده. انا متاكد ان مفيش امل في الوصول الى نتيجه مع الست دي ست انانيه وبتحب نفسها. قدرت تلعب على ابويا لغايه لما لهفت كل ثروته. اصل المساله مش انها تلعب عليه، هي المساله انه كان بيكره المرحومه امي. ما هي يا اخي السبب برضه، هي اللي فهمته ان امي بتخونه. امي طول عمرها شريفه وعمرها ما فكرت في حاجه تؤذي فيها شعور والدي. اهو كلام عمتك جاب نتيجه، وطول عمره كان بيكرهني، والسبب اني كنت شبه امي. لا هو برضك كان بيكرهك من عمايلك يا برهان. يعني كنت بعمل ايه؟ كل يوم تروح تتجوز واحده شكل. يشغلك في وظيفه، تتخانق مع رئيسك يقوم يرفدك. اسمع بقى، بلاش نتكلم في الماضي، انت فاهم؟ يلا بينا على عمتك. انا متاسف، مش هقدر اروح معاك كده. خلاص انا هروح لوحدي، وانا هعرف اتفاهم معاه ازاي. انت حر. طيب اسمع، انا قصدي اقول بلاش تسافر دلوقتي المنصورة، ها؟ استنى يعني بكره لما يمكن يعني اطلع بنتيجه. ست سعادات هاني موجوده؟ مين حضرتك؟ انا قريبها، هي موجوده؟ ايوه في اوضتها، قافله على روحها الباب. اقدر اقابلها؟ هي ما بتقابلش حد من ساعه موت المرحوم اخوها. حاولي معاها ارجوكي، قولي لها برهام ابن اخوها المرحوم، واني كنت عاوزها ضروري. حاضر، اتفضل اقعد عبال ما انده عليه. اهلا يا برهان يا ابني. مات يا عمتي، مات وما بقناش حد خلاص يا عمتي. قلبي اللي كان والله زي الحجر ده يا عمتي من العياط. اخر مرة شفته فيها كان زعلان مني اوي يا عمتي، وكان بيضحك وعاتبني وقال لي سامحتك يا برهام، سامحتك والله يا عمتي. قال لي كده. ألف رحمة تنزل عليه والله، ألف رحمة ألف رحمة. يا ابني انت راجل وما يصحش تعمل في نفسك كده. كنت بقول برضو لنفسي كده والله يا عمتي، لكن يعني مفيش راجل يعني ابدا قدام الموت. الموت طبعا له جلاله ووقاره وله رهبة يا عمتي. كلنا قدامه اطفال، اقل من الاطفال. تصوري يا عمتي، مراتي لما سمعت الخبر اغمى عليها ونقلتها المستشفى. مسكينة، هي دلوقتي والله بين الحياة والموت كمان، مع انها يعني ما شافتوش غير مرة واحدة بس. لما شافته هجمت على ايده وبستها. ليه بقى؟ كان شبه المرحوم ابوها والله. مصيبة يا عمتي، مصيبة. لا قادر ارجع البيت ولا قادر ازورك هنا والله، مصيبة. يا عمتي. ايوه يا ابني، موت ابوك ده مصيبة علينا، ربنا يصبرك يا ابني. ايوه ربنا يصبرنا ويصبرك. الحقيقة انا مش عارف اعمل ايه. بقول ايه يا برهان؟ نعم يا عمتي نعم. اعتبر البيت ده بيتك، تعال عيش معايا هنا بدل ما انا قاعده فيه لوحدي. ربنا يخليك لينا يا عمتي، ربنا يقدرك على فعل الخير والله. يا خبر، احنا هنا واحد ومصيبتنا واحده. ايوه يا عمتي ايوه. هات حاجتك وتعالى هنا. انا تحت امرك يا عمتي، اللي تشوفيه. ومراتك. مراتك. ايوه بس اصلها يعني قصدي سافرت البلد عند اهلها. قول لي يا برهان. نعم يا عمتي نعم. فين اخوك شريف امال؟ اخوي شريف موجود. موجود فين يعني؟ في القهوة. في القهوة؟ ايوه يعني سايبه على القهوة. طيب ما تجيبه ويعيش معاك هنا. لازم يعني يا عمتي؟ مش اخوك برضه يا برهان؟ طبعا اخويا، امال وانا ليا غيره؟
اهو يا ابني من ريحة الحبايب. بس انا خايف يعني ما يرضاش يجي يعيش هنا ولا. ليه؟ اصل الجو اللي عايش فيه قرايه واطلاع ودراسات وحاجات كده، مش عارف اذا كان هنا يعني هيستريح ولا لا. يجي هنا بس وانا هريحه في كل شيء. البيت واسع واللي عايزه هيلاقيه. خلاص يا عمتي، خلاص انا هروح له وهو اقول له على الحكايه دي. لازم تقنعه انه يجي يعيش هنا، لازم. تحت امرك تحت امرك يا عمتي. انعام. نعم يا ست هان. الاستاذ برهان تحضري له الاوضه اللي فوق واللي جنبها لاخوه شريف. حاضر يا ست هان. ما تعرفش انعام؟ انعام؟ مش واخد بالي منها. رباها المرحوم ابوك والمرحومه امك، وعاشت تخدمهم بعد امها ما ماتت. جايز، بس اصل انا يعني ما كنتش بقى في البيت كتير. طيب يلا يا انعام. مين؟ انا يا سي برهان. عاوز حاجه؟ لا مفيش. امال بتفتح الباب عليا ليه؟ ها؟ ردي. ايه ما بتتكلميش ليه؟ بحسب سيادتك مش هنا، قلت انضف الاوضه. بس كده ولا في حاجه تانية؟ حاجه زي ايه؟ انا عارف، اسالي نفسك. انا فتحت الباب عشان كده بس. هو في حد في البيت غير عمتي وانتي وانا؟ لا يا سي برهان. امال ايه الحكايه؟ انا اسفه. تاني مره تخبطي على الباب قبل ما تدخلي، مفهوم؟ حاضر. الله، انت ايه حكايتك؟ بتبصي لي كده ليه؟ مفيش، عن اذن. ده وهم يا برهان. وهم ازاي؟ ده جو غريب ما يطمنش ابدا. ايه اللي خلاك تروح هناك؟ الثروه يا شريف، فلوس المرحوم والدي. على العموم مفيش تصرف هينقذني من ده كله غير اللي قلته لك. يا برهان بلاش التفكير اللي في دماغك ده. مفيش كلام من ده، انا لازم انفذ فكرتي باي شكل. ارجوك برهان، صحيح انت اخويا الكبير، انما انا دايما بشعر انك الصغير، واني دايما مطالب بانقاذك من الورطات اللي بتوقع نفسك فيها. دايما بشعر انك مش الكبير زي ما انت شايف والناس شايفه، انت طفل بترضع الشر. شريف بلاش نصايحك ديت. يعني ايه؟ كفايه كده. انا هاخد حقي باي شكل باي وسيله مهما كانت الظروف، وان شاء الله حتى اقتلها. بتقول ايه؟ تقتلها؟ ايوه اقتلها واخش السجن. انا حقي ما يضيعش بلاش، انا حقي ما يروحش هدر ابدا مع وليه مجنونه عامله نفسها بتاعت البر والتقوى. بلاش الحقد ده، طلعه من قلبك يا برهان، ما توديش نفسك في داهيه. طول ما انت عايش جبان بالشكل ده مش هتعرف طريقك وهدفك فين. قوي قلبك وطالب بحقك، ان شاء الله تروح السجن علشانه، ان شاء الله يعلقوك في حبل المشنقه، المهم تاخد حقك. حقي اخده عن طريق القانون، الطريق السليم. هعمل ايه بحقي بعد ما اروح السجن؟ ايه قيمته بعد كده؟ دخلنا في الفلسفه تاني. انت برضه مش عاوز تيجي تعيش معانا عند عمتك ليه؟ انا اسف. انت حر، عن اذنك. رايح على فين؟ على عمتك. وهتعمل ايه؟ ايه اللي هعمل ايه؟ بعدين هتعرف. الله، بتحط هدومك في الشنطه ليه يا برهان؟ اصل مسافر. على فين يا حبيبي؟ بلد بعيد. ملهاش اسم البلد البعيده دي ولا ملهاش اسم؟ يمكن ملهاش. فعلا هي ملهاش اسم. الله، في بلد في الدنيا ملهاش اسم؟ ايوه. ايه هي؟ البلد اللي انا رايحها. لا دي مش مساله سفر بقى، انت لازم زعلان مني. انا زعلتك في حاجه يا برهان؟ الله، مالك سرحت في ايه؟ انت زعلان؟ ابدا. ابدا ازاي بقى؟ انا زعلتك في حاجه؟ انا مقصره في حاجه؟ في حاجه طلبتها مني وما عملتهاش؟ انا مخلياك ناقصك حاجه؟ هدوم، اكل، فلوس، كل حاجه يا حبيبي. مالك بس؟ قولي يا روحي. ابدا يا جليله، ابدا ما فيش حاجه. انا اصلي مسافر بعيد كده كام يوم وجاي تاني. طب رايح على فين؟ بعدين هتعرفي كل حاجه. بعدين. الله، وانا اقدر اخبي عنك حاجه جليله؟ طب لما احب اسال عليك فين؟ انا اللي هسال عليكي باستمرار، انا هجيلك بنفسي. انعام. نعم يا ست هان. روحي شوفي مين وبص من الشراعه قبل ما تفتحي. حاضر. سي برهان. ايوه
مساء الخير يا نعم. يسعد مساك يا سي برهان. عمتي موجودة؟ ايوه موجودة. اتفضل حضرتك. مع حد؟ حد مين يا سي برهان؟ هو حد بيدخل بيتنا ابدا؟ طيب حط الشنطة في الأوضة بتاعتي. حاضر. اهلا يا برهان، اهلا. مساء الخير يا عمتي. ازيك؟ امال فين اخوك شريف؟ والله يا عمتي انا بدور عليه بديري واسناني ولازم هلاقيه. المهم انه يجي هنا باي شكل. ده لازم يا عمتي. هو يعني هيلاقي حب وعطف وحنية غير عندك هنا يا عمتي؟ ومراتك اللي في البلد؟ والله يا مراتي زي ما تقولي استحلت القعدة. اصلها عيانة شوية. مش ده المهم يا عمتي. المهم انتي، صحتك، راحتك. وبقاله كام يوم يا ست جليلة ما جاش عندك؟ حوالي 10 أيام كده. يا خبر. ودي أول مرة يعملها وحياتك. هي ايه؟ إنه يغيب عني 10 أيام. طب عن إذنك. الله، ما تقعد عقبال ما يجي. يمكن يتأخر. وماله، تشرب حاجة؟ لا معلش، بس لو فات عليكي قولي له أخوك شريف عايزك ضروري. نعم نعم. ايوه يا سي برهان. هاتي المفتاح بتاع الحنفية. ليه بقى؟ عشان اصلح الحنفية، اصلها بتنقط وده تبذير وحرام علينا دي عمتي برضو. لازم نساعدها ونقف جنبها. قلبك طيب قوي والنبي يا سي برهان. الله، دي عمتي يا إنعام ولازم نخاف عليها. يا ريت قلبها طيب زيك كده. بتعملي ايه عندك يا انعام؟ ابدا ابدا يا ست هان، انا بدور على مفتاح الحنفيه. ليه؟ اصل سي برهان عايزه. يعمل به ايه؟ عشان يصلح الحنفيه اللي سايبه دي. ده كلام؟ ويتعب نفسه في حاجات زي كده ليه؟ عمتي اهلا يا عمتي. ازاي صحتك دلوقتي؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. انت بتتعب نفسك ليه يا برهان؟ انا ابدا يا عمتي، مفيش تعب ولا حاجه. ده حتى تسليه. يا انعام. نعم يا سي برهان. شوفي لي يا بنتي مسمارين وشاكوش اصلح الكرسي ده. حاضر. بالحق يا عمتي، حضرتك خدت الدواء ولا لسه؟ ميعاده جه؟ لا والله لسه يا ابني. ده كلام يا عمتي، حرام عليكي صحتك، اعملي معروف. يا بنتي يا انعام. نعم. ايه الكلام الفارغ ده؟ هاتي الدواء بتاع الست من اوضتها هوام. حاضر يا سيدي. وبالمره شوفي لي شويه اسمنت عشان اصلح البلاطه المكسوره دي. حاضر. اوام يا انعام. الله، انا بقى هروح اجيب لك كوبايه الميه بايدي عشان تاخدي الدواء. ها؟ رايحه فين يا انعام؟ سي برهان بعتني اشتري حاجه من السوق. تشتري ايه؟ شويه فاكهه. اقعدي يا بنت هنا. وكمان الفاكهه لازمتها ايه؟ اتفضلي على المطبخ نجري. نعم. اقعدي انا عايزك. ايوه يا سيدي لكن. اقعدي بقول لك. حاضر. انتي تعرفي المرحومه والدتي كويس؟ هي اللي مربياني يا سي برهان. نعم. نعم. انا ولا اقول لك روحي دلوقتي. عايز تقول ايه يا سي برهان؟ اتكلم. ده المرحومه والدتك صاحبة فضل عليا وعلى اهلي كلهم. اتكلم يا سيدي. مالك دايما سرحان، زي ما تكون بتفكر. ساعات تبقى كويس وتعامل الناس كويس، وساعات تزعل وما تبقاش طايق الدنيا. هو فعلا كده يا انعام، لكن انعام. نعم. انت ايه علاقتك بعمتي؟ مش فاهم. يعني عايز اقول يعني ما سألتكيش عليا؟ يعني بيروح فين حاجه زي كده؟ ولو سألت تفتكر هقول لها ايه يا سيدي؟ مش عارف يا سي برهان، انا قلت لحضرتك المرحومه امك خيرها عليا وعلى اهلي، دي ياما عملت معانا. انت تعرفيها كويس. مش عايزه اقول لك انها زي المرحومه امي بالظبط. لكن اللي بيتقال عليها صحيح؟ يعني صحيح يا نعم؟ لا يا سي برهان، ما تصدقش. ام حضرتك طول عمرها شريفه وطاهره. امال ليه عمتي بتقول كده؟ انعام، انعام، انت هنا بتعملي ايه؟ لا مفيش حاجه يا عمتي، انا كنت بطمن منها على صحتك بس. روحي شوفي شغلك يا نعم. يلا يلا. حاضر. برهان. افندم عمتي. مش عاوزك تتكلم مع انعام بالطريقه دي.
مفهوم؟ سي برهان، ها؟ انت بتعمل ايه في المطبخ؟ ابدا ابدا، مفيش حاجه. مفيش حاجة؟ حضرتك بتعمل ايه في السبانخ؟ لا انا يعني بشوفها، بدقها. انت ما بتحبش السبانخ يا سي برهان؟ ليه؟ لا ابدا، بحبها خالص. ده بالعكس، السبانخ كلها حديد وعظيمه جدا. بس انا يعني معدتي تعبانه النهارده. انا هاكل بره. ايوه. مين حضرتك؟ انا شريف الطحان. اخو سي برهان. ايوه، هو فين؟ هو خرج، جاي تاني حالا. اتفضل، الست الكبيرة هنا وكانت بتسأل على حضرتك. طيب انا هرجع تاني لاخويا بعدين. مين اللي واقفه ترغي معاه ده يا مقصوفه الرقبه؟ ده سي شريف يا ست هانم. شريف مين يا بت؟ سي شريف اخو سي برهان. شريف ابن المرحوم اخويا؟ ايوه. اهلا بالحبايب، اهلا بابني الغالي. ازيك يا عمتي؟ انت واقف كده ليه بره يا ابني؟ اتفضل، بيت عمتك يبقى بيتك. اخويا برهان فين؟ زمانه جاي، تعالى اتفضل. لا معلش، انا ماشي وراجع تاني. تعدمني لا انت داخل. حاضر. يا اهلا، ازيك؟ وحشني قوي، بدور عليك من ساعة ما اخوك جه عندي. اصلي عندي شغل. طيب وماله؟ انت لازم تيجي تعيش معانا في البيت ده، وطلباتك كلها تحت امرك يا ابني. معلش، انا عايش في لوكاندا ومستريح فيها. حد يقول كده؟ بقى بيتي تحت امرك وانا لسه عايشة في الدنيا وتقوم تقول لوكاندا بردك؟ اخصى عليك يا شريف. ابدا، انا مش عاوز اتعبك يا عمتي. تعبك راحة يا شريف. على اي حال نفكر في الموضوع ده بعدين. مفيش تفكير، انت لازم تعيش هنا، يعني لازم تعيش هنا. يا ست سعادات هانم، هي راحت فين؟ اقول لك اما ودي الشاي لسي شريف الاول. سي شريف، الله، سي شريف ده ما بيردش. يا نهار مش فايت، ده ما بيتحركش خالص، ده باين عليه. ستي ايه يا نعم، في حاجة؟ الحقيني يا ستي، سي شريف ما بيردش خالص. ايه ده؟ مش معقول، ده ميت. ازاي؟ ده انا سايباه من شوية كويس. والنبي يا ست هانم، انا جيت لقيته كده، النبض بتاعه وقف، مات مرة واحدة. يا خرابي، دي مصيبة سودة. اتصرف ازاي دلوقتي؟ الولد كان طيب ومؤدب. يا حبيبي يا شريف. الحمد لله على السلامة يا برهان، الحمد لله على السلامة يا روحي. الله يسلمك. ازيك يا جليلة؟ مش عاوز تقولي سافرت على فين؟ في مكان بعيد. يعني فين؟ مش مهم دلوقتي بقى. الله، طب اسمع، اخوك شريف جه هنا وسأل عليه تاني؟ انا قلت له 100 مرة بلاش يجي لي هنا. اهو اللي حصل بقى. وما قالش عاوز ايه؟ لا ما قالش، انما يظهر كده يعني كان عاوزك في حاجة مهمة خالص. مهمة خالص؟ زي ايه يعني؟ مرضاش يقولي، وحبيت اعرف منه، كانت دماغه ناشفة قوي. جليلة، روح جليلة. اديني 20 جنيه سلف. ها؟ سلف؟ انت عارف معنى السلف ايه؟ ايه يعني؟ انه يترد تاني. ايوه عارف انه هيترد تاني. طب ولما انت عارف بتقول سلف ليه؟ لاني هرد لك الفلوس تاني. هترد ايه يا روحي؟ وحياتك يا حبيبتي هرد لك الفلوس تاني. الله، بس ما تحلفش بحياتي كده. ورحمة ابويا هرد لك الفلوس. منين بقى؟ من الابعدية اللي سابها لك المرحوم بابا؟ ايوه. ايوه يعني ايه؟ انت جاي تضحك على دقني؟ اسمع، انا ما ينضحكش عليا، ها؟ اذا كنت انا بديك حاجة فبمزاجي. اوعى تفتكر انك بتستغفلني، ها؟ يا حبيبتي، فلوس ابويا اللي سابها هاخدها، حقك هيرجع تاني. خلاص، كل شيء هيرجع لاصله. وعمتك اللي شفطت كل حاجة. عمتي خلاص راحت. بتقول ايه؟ بكرة تعرفي كل حاجة.
انده على السيدة سعادات الطحان. حاضر يا فندم. اتفضلي اقعدي. خدي نفسك شوية، أرجوك تمسكي نفسك شوية عشان نقدر نواصل التحقيق في القضية دي. اسم حضرتك؟ سعادات. الاسم بالكامل من فضلك؟ سعادات محمد الطحان. السن؟ 50 سنة. العمل؟ ما بشتغلش. ربة بيت. ايه علاقتك بشريف يا ست سعادات؟ ابن اخويا. هو كان عايش معاكي في البيت؟ لا، ده كان جاي زيارة. حسيتي انه مريض؟ ما خدتش بالي والله. كان في خلاف بينك وبينه؟ لا 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 لا، بالعكس، ده انا كنت بحبه جدا وكان نفسي يجي يعيش معايا بعد موت المرحوم ابوه. ايه اللي حصل بالظبط؟ والله يا استاذ انا مش واخده بالي بالظبط. انا كل اللي اعرفه اني دخلت عليه لما الشغاله اللي عندي صرخت لقيته ميت. ما تعرفيش اذا كان له اعداء ولا لا؟ مش عارفه اذا كان له اعداء ولا لا. طيب طب تقدري تتفضلي، بس ارجوك تكوني تحت تصرفنا عشان جايز نستدعيكي في اي وقت اذا احتاج الامر. حاضر. انده على انعام. حاضر يا فندم. تعالي يا انعام. اقعدي يا شاطرة. اسمك ايه يا شاطرة؟ انعام حسنين السيد. سنك كام سنة يا انعام؟ 23 سنة. بتشتغلي عند ست سعادات من امتى يا انعام؟ من سنتين. انت شفت شريف قبل كده يا انعام؟ ايوه، انا كنت عند المرحومة والدته قبل ما اشتغل عند ست سعادات. وايه اللي شغلك عندها؟ بعد ما ماتت الست ام شريف خدني البيت كبير وشغلني عند الست سعادات. تقدري يا انعام تقولي اللي تعرفيه بخصوص موت شريف؟ ايوه، انا من ساعة ما جيت اشتغلت عند ست سعادات ما شفت السي شريف ولا مرة. وبعدين؟ الاستاذ شريف جه البيت وسأل على اخوه برهان. واخوه برهان كان موجود؟ لا ابدا. ومن ساعة ما جه شريف البيت لغاية ما مات اخوه برهان ما جاش؟ لا يا سيدي. ولا حتى اتصل بالتليفون؟ ابدا ابدا. الفترة اللي قضاها في البيت قبل ما يموت عمل ايه؟ ولا حاجة، قعد في الانتريه وبعدين الست سعادات عزمت عليه على الغداء وما كانش راضي ياكل ابدا. الست قالت له لازم تاكل وزعلت منه، عشان ما يزعلهاش كل وطلبت منه انه يعيش عندها مع اخو برهان. وبعدين؟ ندهت عليا الست سعادات وطلبت مني اعمل للاستاذ شريف فنجان شاي وقالت له عن اذنك وسابته. وبعدين؟ جبت الشاي لقيته ما بيتحركش وبعدين عرفت انه مات. انت ليه عملت كده يا برهان؟ انت يا جليلة مش متفقة معايا عشان اخليكي تسيبي الكباريه وتيجي تقعدي معايا في اي وقت؟ ايوه، بس انا كان عندي شغل كتير قوي النهارده والزباين والسياح ماليه الكباريه. معلش، كله هعوضهولك قريب. امتى بس يا برهان؟ كل شيء بأوانه يا جليلة. طب اديني جيت، عاوز ايه بقى؟ انا تعبان النهارده وحالتي وحشه، كان لازم تيجي تقعدي معايا. اجيب لك تتعشى؟ لا 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 مش عايز. طب اسمع، نام شويه ريح نفسك، ده انت باين عليك هلكان قوي. فعلا فعلا، بس ارجوكي صحيني بدري واول ما الصبح كده يشقشق هاتيلي الجرايد كلها. الله، ومالك واخدها دراما كده؟ ما تفوق شويه. معلش يا جليلة، كل شيء هيتصلح. السبانخ، السم، ايوه نعم نعم، ايوه نعم، لا 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 خايف يا نعم، اعمل معروف يا نعم. انت عارفه كل حاجه يا نعم، عارفه كل حاجه. لا لا ونعم. برهان مالك؟ ايه الله، ايه اللي جرالك؟ في ايه يا جليلة؟ مالك؟ لا 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 لا، مفيش. شوف كنت بتقول ايه يا استاذ وانت نايم؟ وانا نايم؟ ايه كنت بقول ايه؟
مين يا سيدي انعام بتاعتك دي؟ ها انت؟ انعام؟ مالها انعام؟ اسأل روحك. ليه؟ انا قلت عنها ايه؟ قولي لي، كلمي. انعام يا سيدي، اعملي معروف يا انعام، انا خايف منك يا انعام. طبعا جو جديد يا سي برهان، تلاقيها رقصه درجه تالته يا خاين يا مجرم. جليلة مش وقته الكلام ده. قلت ايه كمان؟ سبانخ معلقه واحده، كل شيء خلاص، مفيش حد شافني النهارده يوم السبانخ، مفيش بصمات، مفيش بوليس. اهدى اهدى اهدى. انا قلت كل الكلام ده؟ ايوه قلته. مش معقول مش معقول. مش معقول ليه؟ تسمح تقول لي مين انعام دي؟ يا شيخ حرام عليكي، دي شغاله عند عمتي. وكمان شغاله وصلت للدرجه دي؟ تحلم بشغاله وانت نايم في بيتي؟ تحلم بشغاله عند عمتك البخيله؟ تلاقيها شغاله درجه 10. انا عارفه انك رمرام. قلت ايه كمان يا جليلة؟ فضلت تقول الفلوس تحت المرتبة، الفلوس، انا المسؤول، انا المسؤول وحدي، اخويا ملوش دعوة. وبعدين ده كابوس فظيع. طبعا ده كان نتيجة الهباب اللي شربته امبارح، اللي شربتهولي ده. امال يا بيه، انت تشرب الهباب وانا اموت نفسي كل ليلة عشان اجيب لك احسن مشروب واحسن هدوم، وبعدين حضرتك تروح المحلات الهباب تشرب مع انعام. اسمع يا برهان، استني بس يا جليلة، استني، انا هفهمك كل حاجة. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة بقت 6. الله، مالك اتنطرت من على السرير كده؟ رايح فين؟ جايلك حالا. الله، برهان. ايه ده؟ مقتل شاب في بيت عمته بالمعادي، جريمة غامضة صاب الاتهام تتجه لها. ايه ده؟ البوليس ما زال يسعى وراء سر جريمة المعادي. القتيل اسمه شريف طه. مش معقول. شريف اتقتل يا جليل. لا مش معقول، ما حدش قتله. انا اللي قتلت شريف اخويا. انت بتخرف بتقول ايه؟ بقول لك انا اللي قتلت شريف. الله، انت عاوز تلبس نفسك تهمة بالعافية؟ اخوك كان بيسأل عليك وما لقاكش، وبعدين انت كنت معايا. قتلته امتى يا برهان؟ بقول لك انا اللي قتلته. مش معقول. انا اللي حطيت السم في السبانخ. الله، هو ده السبانخ اللي كنت بتتكلم عنه في الحلم وانت نايم؟ ايوه. وايه اللي وداك هناك عند عمتك؟ دي السفرية البعيدة اللي كلمتك عنها، دي كانت عند عمتي. وكنت مخبي عني ليه يا برهان؟ عشان كنت رايح اقتل عمتي. ازاي بس ازاي؟ حطيت السم في السبانخ عشان تاكله وتموت واخد الفلوس اللي سابها ابويا. وبعدين مش عارف ايه اللي حصل. الظاهر ان عمتي ما كانتش السبانخ، اخويا اللي كان منها فاتسمم فمات. ليش؟ اخويا بس يا برهان، بس انا مجرم. لا انا مستحيش اني اعيش ابدا. بس يا برهان ما تعملش كده. امال انا لازم اموت. لا، اخويا شريف هو اللي يعيش. لا اخويا شريف طول عمره حساس وعمره ما كان بيأذي حد ابدا. ليه بس كده؟ شريف يا اخويا، انا مجرم. وبعدين معاك يا برهان. لا انا لازم اموت. ما تقولش كده يا لازم برهان. اخد جزاي، انا مش لازم اعيش ابدا. الناس اللي زيي لازم تنتهي. لازم اموت، لازم اموت. لا اسمك؟ برهان الطحان. سنك كام سنة؟ 35 سنة.
الوظيفة؟ ما بشتغلش. ليه قتلت اخوك شريف يا برهان؟ انا ما كانش قصدي اقتله. ما كان قصدك تقتل مين؟ عمتي سعادات. وليه كنت عاوز تقتل عمتك يا برهان؟ عشان واخده فلوس المرحوم ابويا. مش عاوزه تدينا منها حاجه، مش عاوزه تدينا حقنا، واستولت على كل شيء. وبعدين؟ مش عارف ايه اللي ودى اخويا عند عمتي في المعادي. مش عارف راح هناك ليه. راح عشان يموت، راح عشان يخليني اقتله من غير ما ادري. يعني انت قتلته ازاي؟ انا حطيت السم في السبانخ. ازاي حطيت السم في السبانخ؟ دخلت المطبخ وما كانتش انعام الشغاله موجوده فيه. وبعدين؟ حطيته في السبانخ. وكان هدفك من كده ان عمتك تاكل السبانخ وتموت؟ ايوه، كنت عاوزها تموت، كنت عاوز اخلص الدنيا من شرورها. انت تعرف عنها ايه يا برهان؟ دي ست مش كويسه ابدا، شريره وتحب الشر للناس دايما. تدعي انها ست كريمه وبتحسن على الناس، انما هي عكس كده. دي ست بتكره كل الناس وحقوده. شككت ابويا في امي، خلته كرهها، طردها، وباعنا كلنا وكرهنا. كره اولاده وبعدهم عنه. كان لازم اقتلها، ما كنتش اقدر اشوف شريف بيتألم. كان عاوز يهرب، يسيب الدنيا كلها. التفكير كله. قلت لازم اريحه واريح كل الناس منها. للدرجه دي؟ واكتر من كده. مش في قانون ومحكمه تاخد لك حقك انت واخوك؟ والله انا تفكيري قال لي كده. انا فقدت الوعي وكان لازم اعمل كده. والنتيجه؟ النتيجه جت فوق دماغي. شريف مات، ومات بايديا. قتلت الطيب وسبت الشر. ارجوك موتني يا سعاده البيت، اشنقني، حبستني. انا مجرم، انا قاتل، انا بتعذب. السجن اول عليا بالعذاب اللي انا عايش فيه ده يا بيه. الصورة مش قادر اخرجها من خيالي ولا تفكيري. ارجوك يا سعادة البيه، ارجوك شنوني، ارجوك. شلت السكر مكانه يا انعام؟ ايوه يا ستي. العلبة قفليها كويس علشان النمل ما يجيش على السكر. قفلتها. الجرايد جت؟ ايوه اهي استهان. الحكم 25 سنة لقاتل أخيه. اعترف القاتل بأنه وضع السم في الطعام لكي تأكله عمته، ولم تأكل العمة من السبانخ، وأكل شقيقه ومات في الحال. سعادات الطحان عمة القاتل والقتيل كانت صامتة طوال فترة التحقيق قبل أن يعترف المجرم الحقيقي بجريمته. ها شفتي بقى يا نعام الولد برهان عمل ايه في اخوه البريء؟ مسكين. انا اللي جبته في البيت وقويته بعد موت المرحوم ابوه، وكنت عاملاه زي ابني، يقوم في الاخر عاوز يقتلني. اهي جت فوق دماغه، اخوه هو اللي مات. اخص عليك يا برهان، كده كنت عاوز تقتلني؟ ده ما كانش حقه السجن المؤبد، ده كان واجب يتشنق في ميدان عام علشان يكون عبرة لأمثاله. اخص على كده بقى، ده جزات الخير. صحيح اتقي شر من أحسنت إليه، مش كده يا أنعام؟ ولا انت رأيك ايه؟ هو أنا ليا رأي يا ست هانم؟ وبعدين يا برهان، الله مش كده امال، انت كده بتموت نفسك. يا ريت موت راح عليك. خلاص اديك اتحكمت واديك مسجون بتاخد جزاتك وخلاص. مش كفاية
لازم كنت اموت عشان استريح. يا برهان يا اخويا، السما عمرها ما قفلت ولا هتقفل ابوابها في وش اللي عاوز يتوب. ازاي بس اكفر عن اللي عملته؟ ازاي؟ الله، هو انت كنت تقصد تقتل اخوك؟ ده القدر هو اللي اتدخل، وعمتك ليها عمر. الله، روق كده امال. مش قادر يا حسنين، مش قادر. ازيك يا سي برهان؟ ازاي صحتك؟ ايه اللي جابك هنا؟ جاية اشوفك، جاية اطمن عليك. كتر خيرك. انا قلبك طيب، انت الوحيدة اللي بتسألي عليه. انتوا اصحاب فضل عليا يا سيدي، المرحومة والدتك ووالدك. انا هتجنن يا نعم. نفسي انتقم من عمتي، هي السبب في اللي حصل، هي السبب. كل شيء هيتصلح يا سي برهان، هيتصلح. لا إلا اللي أنا عملته في أخويا. لا، انت ما عملتش حاجة يا سي برهان. انت أصلك مش دريانة بحاجة. انت جاية تشمتي فيا. ضروري بعتك يا عمتي عشان تتفرج عليا وتقولي لها على الحال. سي برهان، طبعا انت بتشتغلي عندها ويهمك رضاها. ما تقولش كده يا سي برهان. هو ده الواقع. انا مش عايزك تزوريني هنا ابدا. انا مش عاوز حد يزورني، انا مش عاوز حد يشوفني وانا بتعذب. سيبوني ارجوكي ما تجيش تاني مره هنا، انت فاهمه؟ يلا بره، امشي. تعالي هنا يا بت. نعم يا استهان. كنت فين النهارده؟ اتكلمي. هكون فين يعني؟ كنت عند واحدة صاحبتي. اسمها ايه؟ وبتزوريها ليه؟ وقلت لها ايه؟ اسمها عنايات، وما قلناش حاجة. اسمعي وافهمي اللي هقولك عليه كويس قوي. خروج من البيت انا مش عاوزة، مفهوم؟ حاضر. عارفة اللي بيعصى اوامري بعمل فيه ايه؟ عارف. شوفي شغلك، اتفضلي. قلت لك مش عايز حد يزورني. يا سي برهان، انا ما نمتش طول الليل، انا جايه اقول لك على سر ما انتش انتش عارف. عارف. مش عايز اعرف حاجه ابدا خالص، ابعد عني. بس لو تديني فرصه يا سي برهان هتعرف ان اللي هقول لك عليه مهم قوي بالنسبه لي. انا ما فيش حاجه عندي مهمه بالنسبه لي ابدا يا سي برهان، عايزه اقول لك انت مظلوم. نعم، ارجوكي ما تفكرنيش بالعذاب اللي انا فيه. بحق المصحف الشريف انت مظلوم يا سي برهان. عايز تقول ايه؟ عايزه اقول مش انت اللي قتلت اخوك شريف. ازاي؟ اذا كنت انا اللي حطيت السم بنفسي في السبانخ والتحليل قال انه يتسمم نتيجه وجود ماده سامه، الله، يبقى مش انا ازاي؟ صدقني يا سي برهان، والقرآن الشريف ما انت اللي قتلت. امال مين اللي قتله؟ اللي قتل اخوك شريف عمتك سعادة هاني. ايه؟ عمتي؟ ايوه، هو ده اللي حصل. اخوك ما كلش السبانخ. امال كل ايه؟ كل الملوخيه. انت جاي تضحك عليا؟ ايه علاقه الملوخيه بموت اخويا؟ السم كان في الملوخيه يا سي برهان. انما انا فاكر حطيته في السبانخ. مش انت اللي حطيته. امال مين؟ عمتك. ازاي؟ فهميني. هو ده اللي حصل. اخوك كل ملوخيه فيها سم، حط عمتك سعادة هاني. طيب احكي لي بس اللي حصل بسرعه يا نعم. اخوك لما جه يسال عليك ما لقاكش، عمتك مسكت فيه وقالت له ما هو عيب تنزل من غير ما تتغدى معايا. انا مستعجل وعاوز اخويا برهان بسرعه. كل لقمه وامشي على كيفك. انعام. نعم يا ست هان. حضري الاكل. عندك ايه النهارده في الليسته؟ سبانخ. طيب يلا حضري. معلش والنبي اعفيني، انا ما اقدرش على السبانخ. انت طالع للمرحوم ابوك ما بتحبش السبانخ، انت بتحب الملوخيه زيه. روحي هاتي ملوخيه بسرعه يا انعام. حاضر. وانا هعملها لك بايديا. وبعدين رحت جبت الملوخيه
وندهت عليها اديتها لها. بعد ما قطفتها وخرجتها لقيت جرس الباب بيضرب. دخل جوز بنتها صيدلي، ما انت عارف. اول ما شافته قالت له تعالى يا سي سالم، انا عاوزك جوه انت يا نعم. روح ادلق السبانخ في الزباله، ملهاش لازمه. دخلت عليها المطبخ لقيتها بتحط حاجه في الملوخيه من علبه. وبعدين حصل ايه؟ اخوك كل الملوخيه وبعدين حصل اللي حصل ومات. الكلام اللي بتقوليه ده صحيح يا نعم؟ يا رب ما اوعى ارجع اذا كان في كلمه كده. طب والصيدلي ده ايه حكايته؟ يا سي برهان، دي ست مجرمه تقدر تقتل القتيل وتمشي في جنازته. دي كانت بتقتل الكلاب والقطط بالطريقه دي، تبعت لجوز بنتها الصيدلي ده وتاخد منه السم وتسم الكلاب، وعملت كده مع سي شريف. طب وايه العمل؟ اسمع يا سي برهان، انا بنت غلبانه وعلى قد حالي، وانتوا خيركوا عليا، والست والدتك كانت عاملاني زي بنتها تمام. ما تتصورش عملت معايا ايه، انا ما انساش فضلها عليا ابدا. طب هتعملي ايه؟ شوف يا سي برهان، ايه؟ احنا ساكن جنبنا في المعادي واحد محامي كبير قوي، راجل طيب وابن حلال. أيوه. ويحب الخير لكل الناس، اسمه سي حامد البكري. رحت له امبارح. ايه وقالك ايه؟ حكيت له الحكايه زي ما حكيتها لك بالظبط. وبعدين؟ خدني في العربيه بتاعته وراح الكراكون. ايه وبعدين حصل ايه؟ كملي. سالوني وقلت لهم على كل حاجه ورزقي على الله بقى. طيب عمل ايه المحامي؟ ما تخافش، المحامي قال لي انه لازم هيخرجك من السجن ويحط عمتك فيه. انا مش مصدق ابدا، مش معقول. هتفرج يا سي برهان، ان شاء الله هتفرج. هيفك ضيقتك ان شاء الله قريب، هتخرج ان شاء الله من السجن لانك مظلوم. مفيش فايدة من الإنكار يا ست سعدات، الأدلة كلها واضحة، وجوز بنتك الصيدلي اعترف إنه سلمك مادة سامة، هي نفس المادة اللي استخدمت في قتل شريف الطحان، وده تقرير الطبيب الشرعي. أيوة أنا اللي قتلته. نقدر نعرف بقى سبب القتل إيه؟ أصل يا ست سعادات أرجوكي إنك تساعدينا في مواصلة التحقيق. أنت اعترفتي وخلاص. أنت قتلت ابن أخوك شريف الطحان ليه؟ حقول. اتفضلي. أخويا محمد الطحان اللي هو يبقى أبو شريف كان سايب وصية عندي بأمواله كلها لشريف. شريف بس؟ أيوة. وأخوه برهان؟ لا، الوصية باسم شريف بس. وليه ما أوصاش لأخوه كمان؟ كان عارف إنه ولد فاسد بيبدد فلوسه في الفاضي، وكان صورة طبق الأصل من أمه، وأخويا ما كانش بيحب مراته. طب وإيه علاقة الحكاية دي بقتلك لشريف؟ أنا قتلته علشان آخد أنا كل الأموال. ازاي؟ اتكلمي. ها؟ ما كانش حد يعرف حاجة عن الوصية. وبعدين؟ لكن أنا حسيت إنه برهان ناوي يتخلص مني. قلت أتخلص منه ومن أخوه وأتهمه فيه، وبكده يصفالي الجو وآخد الفلوس كلها ولا حدش يعرف حاجة عن الوصية. ايه ده؟ مين حضرتك؟ انا برهان الطحان. نعم، عاوز مين؟ ده مش بيت جليل الرقاصة؟ طب وحضرتك بتعمل ايه هنا؟ الله، وانت مالك انت؟ الله، جوزها خي، هي قالت لي انها مش متجوزة. عجيبة. غريبة. اتفضل يا استاذ، اتفضل. ألف مبروك يا سي برهان، ألف مبروك. ربنا انتقم لك منها، ربنا لازم يظهر الحق مهما طال الزمن. تحب تاكل ايه؟ متشكر يا نعم. لا عنك انت. لا انا مش هقلع، انا نازل. رايح فين؟ طب استريح شويه. انا هروح لها للكباريه. ها؟ هي مين؟ الخاينه جليله، لازم اقتلها. ليه كفل الشر؟ رحت البيت عندها لقيت واحد. واحد ايه؟ نفس الصوره بتاعتي بتتكرر، وقاعد مستنيها لما تيجي. مال انت فاهم ايه يا سي برهان؟ كانت هتلبس الطرحه وتقعد تستناك انت راجل كبير وعاقل وفاهم الدنيا كلها.
اقعد استريح احسن، ما توديش نفسك في داهية عشان واحدة زي دي يا سي برهان. ليه يا انعام اديتيني حريتي؟ ليه اديتيني ابغض شيء في الدنيا بالنسبه لي؟ ليه خليتيني اشوف احتقار الناس؟ السجن كان ارحم بالنسبه لي، الزنزانه اوسع من الدنيا اللي دقت في وشي دلوقتي. ما تقولش كده يا سي برهان، الدنيا بخير وحلوة وتساعي الناس كلها وانت منهم. ارمي الشر وارمي الناس الوحشة وفوق لنفسك، شوف مستقبلك يا سي برهان، ما تبصش لورا، بص لقدام وانت تبقى كويس. كلامك حلو يا نعم، ما سمعتوش الا من المرحوم اخويا. المرحوم اخوك عمره ما فكر في الشر. الخاينة اللي اسمها جليلة. استريح شوية، خاينة. فكر في كلامي وكلام المرحوم اخوك، وربنا يهديك ويوفقك للخير. ايوه الخير يا سي برهان، الخير. الهي يحبب فيك خلقه يا سي برهان. ايه اللي جابك هنا يا خاينة؟ جيت عشان اشوف الست اللي سايبني وقاعد معاه. اوعي تعبي فيها بقولك. تكونش اتجوزتها وانا مش عارفه. وافرضي اتجوزتها، مالك انت؟ روحي يلا كفايه بقى كده. دي فضلها كبير عليا، وهي اللي منعتني من الشر اللي كنت بفكر فيه. انا مش فاهمه حاجه خالص يا ست هانم، انا مستعده ابقى خدامه عندك وعنده وتتجوزيه انت مش خدامه عندها ولا خدامه عندي، انت اخترت الحياه معايا وانا اخترتها معاكي. انت اديتيني الحريه يا نعم. جليله، انت ليك طريق وانا ليا طريق. يا نعم، انت مش فاهمه اللي عايز اقوله. لا فاهمه يا سي برهان، انا دعيت لك كتير وانت في السجن وربنا استجاب لي دعوتي. فعلا يا نعم، استجاب دعوتك. اطلبي منه انه يحميكي ويخليكي. طلبت منه برضه واستجاب لي دعوتي وجابك ليا تحميه. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا نعم، تعالي يا مراتي. وهكذا تنتهي خماسية أصابع بلا بصمات. قصة أنيس منصور، إعداد عصام بصيلة. اشترك في التمثيل كمال الشناوي في دور برهان، سناء مظهر في دور جليلة، سامية رشدي في دور سعادات، عصمت محمود في دور أنعام، محمود ياسين في دور شريف، بالاشتراك مع حسن عبدين، محمد الليثي، سعد ناشد، وعزمي أبو العلا. سجل الحلقات عبد